ال ROI بتاع المحلات التجارية دلوقتي موجود في الماركت أقل بكتير من النسبة اللي حضرتك كنت متخيل إنك أنت لما تستثمر في القطاع التجاري ممكن تحصل عليها. دلوقتي ظهرت مشكلة جديدة أنا عايز أوضحها أو أنصح بيها العميل اللي بيحب يستثمر في القطاع التجاري أو حتى الإداري ياخد باله من النقطة دي. خلي بال حضرتك المحلات التجارية اللي هي ب30 وب40 وب50 وب60 وب80 مليون اللي هي مميزة جدا، اللي هي موجودة مع مطور كبير على شارع ال90 أو في منطقة التجمع الخامس بوجه عام، ممكن تلاقي حضرتك لما يجي المحل ده يتأجر بقيمة أقل بكتير جدا من ان انت من النسبة اللي هي 10% او اللي هي 8% اللي حضرتك كنت متخيلها ان انت ممكن تأجر بيها. فخلي بالك ساعتها هتقول يا ريتني كنت حطيت استثماري، وزعت استثماراتي في مكاتب إدارية أو في محلات أرخص أو حطيتها في أي حاجة تانية. في الفيديو ده بس هنصح حضرتك لما تيجي تشتري محل تجاري أو مكتب إداري حتى لو مع مطور كبير والمحل دور أرضي وعلى شارع ال90 أو في مكان مميز جدا، خلي بالك من كام نقطة هقولها لك هتأثر بعد كده على مستوى العائد اللي هيجي لك من الاستثمار ده وحتى لما تبيع الوحدة بتاعتك. مع حضراتكم المهندس مهدي رجب سي او لشركه توب مانجمنت، وخليني اوضح لحضراتكم كام نقطه مهمين جدا. طيب مبدئيا كده احنا قلنا في فيديوهات قبل كده ان الكاب ريت او الايجار للمحلات التجاريه في الاماكن المميزه في التجمع الخامس او حتى في مستقبلا في العاصمه هيتراوح ما بين 1500 ماكسيموم مش هيعدي ال 3000 جنيه. ده يعني لما يبقى يعني في مكان ما حصلش، يعني ممكن تحطه متوسط 2000 2200. طيب ده رقم واحد. بناء عليه لما حضرتك تشتري محل ب 80 مليون ولا ب 60 مليون ولا ب 50 مليون وتدفع الفلوس دي قسط على 7 سنين، اول حاجه اعمل حساب حضرتك ان انت ما تحسبش ال 8% اللي هي نسبه الايجار اللي انت المفروض مستنيها في القطاع التجاري طبقا لاخر دراسات بتقول ان المحلات التجاريه بتجيب كاب ريت 7 8% والمكاتب الاداريه 10% وساعات بتوصل ل 12%. فحضرتك لما تشتري محل بمبلغ كبير ب 30 او ب 40 او ب 50 مليون، اعمل حساب حضرتك انك حضرتك بتدفعه مقساط على 7 سنين. لا، المفروض حضرتك تعمل ايه؟ حضرتك لما بتيجي تحسب الار او اي بتاعك تقول كده بالظبط، او تحسب الاستثمار العائد على الاستثمار بتاعك، ما تاخدش بسعر المحل لما حضرتك اشتريته قسط، خده لما هو هيبقى كاش سعره كام. يعني الطريقه بتبقى كده بالظبط. انا المحل بتاعي عامل 50 مليون جنيه، سعره كاش في الشركه كام دلوقتي؟ مثلا 30 مليون جنيه او 35 مليون جنيه. يبقى ال 35 مليون جنيه دي هي سعر المحل دلوقتي لو هيتأجر حالا دلوقتي، وسعره كاش كام؟ ده اللي تحسب عليه. طيب بعد 3 سنين لما تستلم المحل بتاعك او بعد سنتين او بعد 4، زود من هنا بقى، حط ال 20% اللي هي السنوية اللي بيزودها المطور لو مفيش تضخم، لو مفيش اي حاجة حصلت. زود ال 20% او ال 25% الطبيعية اللي بتزيد كل سنة على سعر المحل. يبقى المحل بتاع حضرتك سعره 50 مليون، ثمنه كاش يعمل 35 مليون لو واخد خصم مثلا. ال 35 مليون هتزيد كل سنه 20% لغايه ما تستلم المحل بتاعك. فهنقول عند الاستلام بقى المحل بتاع حضرتك ثمنه كاش في السوق لو حد هيشتريه كاش مش قسط. قسط هيزيد طبعا، انا بتكلم كاش 50 مليون مثلا او 55 مليون. من هنا بقى حضرتك تقوم ضارب النسبه 8% او ال 7% في ال 50 مليون لما جيت تستلم المحل. مش لما اشتريت المحل اقساط. خلي بالك النقطه دي هي اللي بتلخبطك دايما، فهتلاقي في مشكله كبيره جدا. بعد ما تعمل الحسبه دي هتلاقي ان في بعض الوحدات اللي الامتار بتاعتها لما تيجي تشوف سعر المتر تلاقي لو جابت لك 2000 2200 توكل على الله اشتري المحل ده او تشتري المكتب ده. لو لقيت جايب 4000 و5000 ما تشتريش المحل ده وما تشتريش المكتب ده. ليه؟ لان على ارض الواقع ده مش حقيقه. مفيش محلات بتتأجر بإيجار في الشهر 4000 و5000 و6000 إطلاقا. وأي استشاري عقاري يقول لحضرتك ده الار او اي والار او اي والاي ار ار والليفرج والباي باك بيريود، كل الانفستر ريشيو يجي يحسبها لك حسبة إن في النهاية المكان ده لما يتأجر هيجيب لك كام، غلط. مبدئيا كده
رقم واحد، المحلات التجاريه بتتاجر بعد ده لو في مكان مميز مع مطور مميز وفي انشاءات ومرافق وفي واضح من الصوره ان المكان ده فعلا هيشتغل بعد الاستلام بسنه على الاقل، وفي حاجات بتوصل لسنتين. طيب حضرتك ببساطه شديده جدا المحل ثمنه قسط، انساه خالص، انت بتدفع اقساط، انت كده كده هتاجر قبل ما تكون سددت كامل الثمن، فانت كسبان كسبان. لكن انا بتكلم ان الحسبه بتيجي تمن المحل كاش كام لما حضرتك هتشتريه. يعني اسال المطور قول له المحل ده بكام، هيقول لك ب 60 مليون، قسط على 6 سنين او على 7 سنين، ثمنه كاش كام؟ ده لك خصم 30%، متوسط الخصم بيبقى 30%، فال 60 مليون بقوا مثلا 35 مليون. يبقى من ال 35 مليون افضل زود 20% كحد ادنى لغايه ما تستلم، وبعد الاستلام سنه كمان، فاصبح المحل لما جه يتاجر بقى مثلا ب 50 او ب 60 مليون. من هنا حضرتك اضرب ال 7% او ال 8% نسبه الايجار في سعر المحل لما جيت تستلمه. النسبه اللي هتطلع اقسمها على عدد الامتار بتاعه المحل بتاع حضرتك او المكتب. لو لقيته اخرك 3000 جنيه للمحلات التجاريه واخرك 2000 جنيه للمكاتب الاداريه، لو لقيت معدلات اكبر من كده ما تشتريش المحل ده. ليه يا فندم؟ عشان الحقيقه بتقول ان مش دي الارقام اللي بتأجر بيها المحلات التجاريه، وهيأثر عليك على حاجه تانية. افرض حضرتك جبته وقلت ان انا هبيعه في الريسيل، لما تيجي تعمل ريسيل اللي هيجي يشتريه عارف ان هو غالي وعارف ان هو اقساط وعارف ان انت طالب مكسب، هيسأل نفسه طب انا لما اشتريه هيتأجر بكام؟ لان مش السكند ريسيل او اللي بيعمل ريسيل تاني او تالت واحد بيشتري محل او تاني واحد بيشتري من حضرتك، هو واخده غالبا ما بيبقاش الهدف الاساسي انه يبيعه بعد فترة على قد ما هو عايز يأجره، فطبيعي هيسأل على الإيجار. فلو الإيجار طلع مش منطقي فالبيعة باظت، حتى لو مع مطور كبير، حتى لو مع اسم كبير. يعني بدون ذكر أسماء، في مطور مشهور جدا ومعروف جدا وحد أنا برشح الناس تشتري معاه، بس لما طرح المشروع بتاعه، مش لما المشروع بتاعه اتبقى له 20% أو 10% ما باعهمش، لا، فأنا ما بنصحش إن احنا نشتري معاه. عامل محلات ب 60 و70 مليون جنيه مميزة فعلا على شارع التسعين، بس تعالى شوف حضرتك ثمنه كاش لما تيجي هتأجره. انا سألته قال لي 2200 المتر، والمحل ب 60 وب 63 مليون، ده قسط طبعا. فالكاش بتاعه حسبتها بقى بنفس الحسبة اللي بقول لحضراتكم عليها، فطلع الكاش بتاعه لما استلمه هيتحسب على انه 60 مليون لما جيت استلمه. فجيت اضرب النسبة لقيت المحل على الحسبة ال 8% طلعت المحل بيتأجر ب 4 وب 5000 جنيه. ده مش حقيقة، هو نفسه قال لي 2000 جنيه، فطلع النسبة في الآخر 4 5%. طب ما ده مش استثمار مغري ليك كحد حاطط فلوسه في العقارات؟ فخلي بالكم من النقط دي. أنا هساعد حضراتكم طبعا لما تيجوا تختاروا، أنا نصيحتي بس ليكم خلي بالكم من الجزئية دي، واشتروا مع حد لسه بيبتدي، وخدوا حاجه صغيره حتى لو معاك 100 مليون. لو طبعا الكلام ده مش للاند يوزرز، للي مش هيشغله وعارف النشاط اللي هو هيديره، لا انا بتكلم للمستثمر. نصيحه مني ان انت حضرتك تشتري مع مطور لسه بيبتدي الاسعار بتاعته، ففي مساحه كبيره قوي، فلما تيجي تاجر هيبقى خلاص حضرتك حطيت مبلغ قليل مش كبير. النقطه الثانيه، خلي بال حضرتك انك انت برضو اعمل الحسبه اللي بقول لحضرتك عليها دي قبل ما تتورط وتشتري محل تجاري. وطبعا لاي استفسارات في الموضوع ده اتمنى ان حضراتكم تبعتوا لي مسج على الواتساب او تتصلوا بيا دايركت، هكون في خدمه حضراتكم ودايما في خدمتكم. شكرا.